بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الأعزاء، الحلقتين اللي هم الحلقتين اللي فاتوا دول اتكلمنا، كان استثنائي على كان في ملاحظات على الحلقات السابقة في الصرف وكلام من ده، واتكلمنا على معاملة العنبر اللي هو بدون تكييف، ومن خلاله قومنا أو يعني قومناه بنسبة كويسة اللي هو الاحتباس الحراري في المخ في الأرانب، من الأمور الصعبة. واتكلمنا وقلنا إن الرش الحيطان اللي بالشمس واللي بتخبط فيها الشمس تشبيع الحيطان، وقلنا القماشة أو الحيطان على بيت الولد عشان تكيف بيت الولد تكييف كده. وقلنا ما بتترش الصبح بدري، الوحيدة اللي لوحدها الحيطان هي الصبح بدري، زي ما تقدر 6 تقدر 5 تقدر، المهم الشمس تنزل عليها وهي متشبعة بالمية تعمل صد عن العنبر خالص. والشفاطات قلنا تركب 3 4 شفاطات اللي تقدر عليه، بالذات عشان الصيف. وفي الشتاء بتشغل شفاط على قد ايه، على قد اللي بيها يطلع الريحة والحرارة ما تنزلش. تراعي عينك على الاثنين، ان الحرارة ما ينزلوش الحرارة بالليل، الكلام ده من المغرب للصبح، لانها بتبقى مشكلة في الشتاء. وخلصنا الحلقتين دول. النهاردة ان شاء الله هنكمل بقى موضوع تسكين الارانب وكلام من ده. احنا قلنا اتكلمنا، احنا جبناهم من 3 محافظات، النوتي والذكورة من محافظة رابعة، واتكلمنا على الاسعار وعلى الكلام ده كله. والنهارده هنتكلم في التسكين بقى، وقلنا هنعملهم حمامات دايزنول بره، تطهير بره العنبر، ما يخشوش الا متطهر. وقلنا الحمامات ازاي، قلنا طبق بتحط فيه بتاع 3 لتر، وبتغطس تمسك الارنب كده من ودنه وظهره كده، تروح منزل رجلين ال4 مرنخهم حسب الدقيقه في المحلول، وتطلع وتروح جاي شاب واخد ومشبع المناخير بالقوره كده، وبتروح مقالب الارنب مغطس ودنه، وبتاخد تمسح على ظهره، يعني مسح كده ايه، يعني تحط كده بحيث يبقى ايه تطهر الظهر وليس تغطيس، لان التغطيس ده هنتكلم عليه قدام، ده خطر. بعد كده بنيجي طبعا انت بتطهر وتدخل بترص في اي حته، بتيجي انت بعد كده ترصيت كله في اي حته. الوان احنا قلنا عايزين تشكيله الوان، يعني انت بس حطيت 2 فلندر تحط 2 ابيض 2 اسود 2 بيبيون 2 مش عارف ايه وانت ماشي بعدين تعيد من الاول تاني لما توصل ال 120 بحيث الابيض يذوب في وسط الالوان يبقى كلها تشكيله واحده. وقلنا الكلام ده عشان خاطر لما تيجي انت بتلقح مسلسل كله وبتفطم مسلسل، وبالتالي هيطلعوا ايه للتاجر. قلنا الكلام ده عشان مهم للبيع لذوق المستهلك، اللي انا اصلا خدام لذوق المستهلك. بندخل بقى بعد كده التسكين بقى، قلنا بتسكنه الوان متناوبه كده 2 2 تسكن كله، بتعيد تنظيمه بقى بعد ما عملت حمامات، بتعيد التنظيم اللي هو النهائي بقى، اللي بنقول على اخرة الارنب بقى. اما نيجي نتكلم بقى على التسكين، كلمة تسكين هي حوالي يعني من 5 حروف، لكن فعلها فعل كبير شوية. اول حاجة احنا بنرقم الايه، العيون، البوكسات. ما بنرقبش ارنب سواء نتاية او ذكر. انا باجي بوكس قدامي اهو برقمه، بحط الرقم على، طيب انا برقم بوكس. طبعا في ناس بترقم على العلافة، في ناس للاسف الشديد تحط السجل على بيت الولد، بل في ناس تيجي، يعني انا بستعجب على هذا الامر، 200 يجيب لهم 200 بيت ولد ويسيبهم على طول. ده من اخطر ما يكون، صيف وشتاء. وهنتكلم على اضرار ده واضرار ده، وروح جاي لازق لك السجل على بيت الولد من بره. طبعا الارانب اهم حاجه فيها السيطره الدفتريه. سيطره دفتريه يعني انا ممكن اسيطر على الدفتر واقعد شغال يومين لما اطلع المعلومه، ده خطأ كبير ويضر الدنيا جامد، لان النهارده عامل الوقت مهم في الارانب بعد التكاليف
الجنونيه اللي موجوده. انا لازم كل حاجه صغيره لازم احطها قدامي في مقامها. ما اقولش لا تيجي تقول لك لا 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 ولا يهمك. حاجه تانية مثلا مركب مع لا 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 ولا يهمك ده تمام. ارنبه مش عارف يقول لك لا لا ما تخافش لا تبقى كويس. لا لا الكلام ده ما ينفعش بصراحه في اصول الشغل. انا عن نفسي شخصيا ما بحبش الكلام ده. انا بحب ادقق في كل حاجه. لما تيجي سيادتك حطيت السجل على، خلينا نتكلم في الارقام الاول. لما تيجي انت ترقم علافه، العلافه دي مستهلك كلها ممكن شهرين ولا ثلاثه ومش بعيد شهر مع التصنيع اللي زي الفل اللي موجود ممكن تلاقي اتكسرت. طيب اقعد اجيب علافه تانية مكانها؟ لا، انا ما ادخلش نفسي في دور المستهلكات. انا عايز رقم ثابت متثبت على البوكس. بنعمل ايه؟ بنجيب حتة صاجة كده 5 في 5 في 5 سنتي مربعة. يعني مثلا زي كده اهي، اهي 5 سنتي في 5 سنتي كده مثلا يعني. وبخرمها بمسمار من هنا وبخرمها من هنا. وباجي بقى احنا هنا بقى عندنا هنا ايه؟ العين اهي. العين اهي انا كبرتها شوية عشان خاطر بس نوضح. ادي العين اهو. طبعا بيت الولد لو 50 هتلاقيه مسيطر على الجزء ده كله. الجزء ده كله بيت الولد. هنا العلافة. ايه؟ العلافة. العلافة تبقى متعلقة كده، يبقى فيه هنا من الحتة دي كده ومتعلقة هنا كده. يبقى عندنا الحتة دي اللي فاضية، باجي اربط الرقم هنا. بكتب بقى هنا اهو بعلقها، بربط حتة سلك رباط من هنا، حتة مع التجميد عليها كويس تثبت هنا. اصبح دلوقتي انا عيني على الرقم ده، انا لا دعوه بعلافه ولا بتولد ولا اي حاجه. مثلا الام رقم 1 واللي بعديه 2 وهكذا. بتيجي الاول بتروح رايح لبتاع ورشه اللي هي اللي اسمها الورق البطاريات. بتقول الله يبارك لك قطع لي صاج ايا كان ورقه مش مشكله يعني. 5 في 5 حتت 5 هيعملها لك بنص جنيه 60 قرش. لانك هتاخد منه 500 600 حته. بتروح جايبهم وجايب طبعا من ضمن الحاجات اللي هنتكلم عليها في حاجات بتبقى ملحق في المزرعه ودي نسينا نتكلم عليها مع البطاريات. بتجيب معاك كيس طبة نهايه. بتجيب معاك حوالي 50 كوع 18 بلاستيك. بتجيب معاك حوالي لا يقل عن 20 كاوتشة جردل عشان لو جردل باظ تتعلم ازاي تخرم وتركب. تركب الكاوتشة تروح مركب الكوع. ما تفضلش كل حاجة تبقى في ناس تفضل سباك مش عارف ايه ودي بكام. وممكن بقى الارانب يعني انت شفتها بالليل جرالها الكلام ده تفضل للصبح عطشانة لعبال ما تروح للافندي اللي بيفتح الساعة 11 ولا 12 ويكون ضاع يوم بدور المزرعة. لا لازم تتعلم. وهعملها انا في حلقات الكلام ده ممكن عملي ان شاء الله يعني. حوالي من 20 30 كوع 18 ولو 50 افضل. بجيب معايا سوستة باب. في حاجة اسمها سوستة باب بتتباع بجنيه اللي هي باب بتجيب 100. يبقى في هنا 4 حاجات. 4 حاجات بنجيبهم ملحق. ده اسمه ملحق للبطاريات. أول حاجة بجيب عدد واحد كيس طبة نهاية. الكيس بيبقى فيه 100 طبة. بقى قلنا كيس الكيس طبة نهاية فيه 100 طبة. 50 كوع 18 بلاستيك. قلنا 20 كاوتشة جردل. خدوا الحاجات دي واكتبوها مهمة جدا. و100 سوستة باب. وكيلو سلك رباط مجلفن. اوعى ما تجيبش المجلفن افضل وشكله كويس وعمره اطول يعني.
بتيجي انت زي ما قلنا بقى، انت بتربط الايه اللي هي حتت الصاج بتاعت الارقام، وقلنا مكان تثبيتها. بتثبت الامهات مثلا عندك 120، بتثبت على عيون الامهات 120 واحده. وبتيجي التسمين بتثبت له برضه على كل عين واحده، كل عين ثبت لها صاجه. والذكوره بتثبت لها برضه، اذا كان عندك مثلا 20 ذكر 30، العيون بتاعته تحط على العين، مالكش دعوه بالعلافه دي خالص. ليه؟ لان دي ممكن مع كتر الارانب، بس مزرعه 400 600 الدنيا بتبقى يعني هايصه، ما كانش انت حاجتك مثبتها صح. دي لان الارقام دي الحاجات، هي الارضيه اللي هتقوم عليها اصلا المزرعه، اللي هيقوم عليها النظام الدفتري اللي هيتحكم في المزرعه. فلازم تهتم بيه كويس جدا. بتثبت وترقم الامهات، وترقم التسمين، وترقم الذكوره بقلم فلوماستر من العريض دوت، ايا كان لونه. بنيجي بعد كده بنتكلم على طبعا الجماعه اللي بيثبتوا السجل على بيت الولد. من اخطر ما يكون، من اخطر ما يكون تثبيت السجل على بيت الولد. لان عرضة واحد بيرش ميه بيغرقه، يقعد يسطر. خلينا ان هو حاوت من كله. ان شاء الله اشتركوا معانا في الحلقات بتاعتنا، ولو ليكوا اي اسئله ابعتوا لنا على التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.